خويا جانا الماتش مزيان، لعبوا المغاربه وتا التوانسه لعبوا ويستاهلوا داك الفوز. ميم سي حنا كنا بغينا نربحوا ولكن راه كتب عليهم داك الجوج وصافي. المنتخب الوطني كانت مقابله من الناحيه التكتيكيه، كانت جميله، والمنتخب الوطني لعب واحد المقابله جيده، لكن الثقه الزائده في النفس هي اللي خلاته انه ينهزم في هذه المقابلات التوانسه. الفريق الوطني عندك بالهبه ولا سميتو داك الرقم 7 كان الفريق كله كان ما منظمش. الاساس ديالو ما لعبوا الكره مزيان، لعبوا شويه ولكن تسرع ديال الاهداف، مركزينش في الكره. بحال شنقول لك الماتش بان ليا فيه بحال فيه الانانيه بعضياتهم. المغاربه لعبوا مزيان، حتى ما كانش في الصالح ديالهم. الفريق التونسي قام بهجمات مضاده ولكن الحظ ما بغيناش في الاخر. قبل كل شيء كان المغرب كما كان سبق في المعسكر وداك الشيء كيبان لنا فريق الاحلام، فريق كبير بمعنى الكلمه، مدرب كبير، لعابه كبار، اسم المغرب، التاريخ ديالو، هذاك الشيء كل شيء كان غادي مزيان. في ارض الواقع كل شيء تبخر، هذاك الشيء الاحلام كل شيء مشى. لعبنا درنا بون ماتش، مي تقبلنا هذوك جوج الاهداف هما اللي كانوا النقطه السوداء في الماتش. نتمناو كون كان احسن، نتمناو كان التشكيله كانت فيها شويه ديال النقص، الاعتماد على اللعابه كانوا ماشي في الكامل الجاهزيه ديالهم، على راسهم اللاعب القنطاري واللاعب الاخر سميتو الشماخ. جرت بين المنتخبين المغربي والتونسي في اطار الدور التصفيوي الاول، كانت يعني من ناحية الفعالية كان المنتخب المغربي أحسن من المنتخب التونسي، ولكن من ناحية النتيجة الفريق التونسي عرف كيف يتعامل مع النتيجة، لعب دفاعيا على أساس أنه يعرف قوة المنتخب المغربي. ونظن أن المنتخب المغربي وقع في فخ أنه أحسن من المنتخب التونسي، وهذا هو الشيء اللي استغله المنتخب التونسي وعرف نقاط قوة المنتخب المغربي ولعب على هذا الأساس، عكس المنتخب المغربي اللي كان يظن في نفسه أنه راح يتفوق بنتيجة في المقابلة الأولى، لذلك وقع في فخ التساهل، وهذا ما سهل الفريق التونسي من العملية وتمكن أنه يحصل 3 نقاط. وفي المقابلات هذه ما الفعالية ليست هي المهمة، ولكن النتيجة والنقاط هي اللي عندها المنطق أو الأفضلية تعطى للمنتخب التونسي. أنا نظن في رأيي هذه هي اللي خلات المنتخب التونسي يفوز بالمنطقة بهذا. ماركيو فهمتيني، ومني مارك عليهم ذاك البيت داخل المنتخب كامل تلف، المنتخب كامل تلف داك ملي تمارك عليهم ذاك البيت المنتخب كامل تلف، فهمتيني ولا لا؟ هما زربوا فهمتيني، ماشي لعبوا بحال دابا تونس دار، هما باغي يهاجموا ويماركيو، والحملات المضاده ديال تشمتوا، لا ماشي تشمتوا، ملي تمارك عليهم داك البيت الاول تصيدوا، باش يكون تعادلوا في البروميير ميطا يقدروا يربحوا في الدوزيام ميطا، كون تعادلوا في البروميير ميطا وحجي كان يدخلوا في الدوزيام ميطا. بالنسبه لي انا المنتخب المغربي تلقى داك الهدف الاول والهدف الثاني غير ما نقول لك، هذوك الفرص اللي جاو ما حسنوهمش، ما عرفوش يماركيهم، ما تحش لهم، ما كانش عندهم الزهر باش يماركيو البيوت اللي، وفيما كتضيع شي بيت كتضيع شي 2 3 عول على راسك غادي تلقى الهدف. وان شاء الله واخا الخساره اللي خسرناها البارح، ولكن ان شاء الله غيكونوا الماتشات الجايين غنربحوا فيهم ان شاء الله. الحمد لله حنا كنتفائلوا انهم يفوزوا في هذه المقابلات اللي جايين، وتما غيبان واش كاين الكاس ولا ما كاينش الكاس. كله يستافد منه من خلال المقابله ديال تونس، الا كان خد المقابلات الجايه بواحد الجديه غادي يربح ان شاء الله وغادي يدي الكاس. نقولوا في الخلاصه ديال الماتش انه المغرب 50%، نقول 50% قد يدير شي حاجه، ولكن ما يعوش باش يجيب الكاس. ان كاين المفاجآت بزاف، كاين شي فراقي وقاصحين على المغرب. المنتخب الوطني ما يفوز الدور الاول
يتحسن من الدور الاول. هذا بالنظر ديالي، لان المنتخب الكابون فريق صعب كيلعب تكتيكيا مزيان. يعني المرشح يعني من خلال يعني التوقعات نظن باللي على حساب الورق منتخب كوت ديفوار هو اللي عنده اكبر الحظوظ باه يفوز بهذه الدوره، على اعتبار ان المنتخبات القويه على غرار مصر، نيجيريا، الكاميرون، الجزائر هي غايبه في الطبعه هذه، ولكن تبقى المنتخبات خاصه المنتخبات العربيه ومن بينها منتخب المملكه المغربيه، يعني على حساب التشكيله اللي عنده واللاعبين اللي عنده انا نظن عنده احتمال إذا تمكن في المقابلة الثانية أنه يحقق نتيجة إيجابية أو أنه يسترجع أنفاسه وممكن يروح بعيد في هذا الكان اللي راه في إفريقيا. ونظن أن المنتخب المغربي إذا وجد نفسه في اللقاء الثاني ممكن راح يروح بعيد في هذه المنافسة، ونظن أنه المنتخب المغربي ومنتخب كوت ديفوار عندهم حظوظ كبيرة إذا ما وجدوا أنفسهم في المقابلات المتبقية من مشوار هذه البطولة. الا تحسن من هنا للدور الثاني راه غيكونوا مزيان، ولا هذه المقابله ديال اللي غيلعبوا مع الفريق اللي منظم الا تحسن المستوى ديالهم راه يقدروا كاع يديو كاس. واش فهمتيني؟ الا تحسن المستوى ديالهم، الا تحسن من هنا لهذه المقابله والدور الثاني. وبالنسبه لي انا المصير ديال المنتخب المغربي مازال عندنا جوج ماتشات قدروا ما عرفتش شنو كاين من هاد الجوج ماتشات يدوزوا. عندنا الامل كما عندنا الامل بانهم دازوا غيلعبوا كاس افريقيا. ما عرفنا حنا شنو كاين، حنا راه وصلنا حتى للفينال والما سهلت علينا الله، ماشي مشكل. باقي جوج ماتشات نتمنوا المنتخب المغربي يتدارك هذا الموقف هذا، ولا كان عندهم لا شونس راه غادي يدوزوا ان شاء الله. و